اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب. عاملين ايه يا حبايب قلبي، يا ناس يا ناس يا احلى ناس. بصوا بقى، احنا طبعا عملنا القرص وبعد غيبة طويلة طبعا راجعين بقى ايه كلنا همة ونشاط كده. إيه وزلزلنا الزلازل في القرص. وبصوا بقى ما اقولكوش النهارده بقى تعملي بقى ايه يا نونا، قلت اما افرحهم بقى كده واعمل لهم اكل مطاعم. اكل مطاعم ايه اللي هو اكل مطاعم؟ هوريكم ايه اللي هو اكل مطاعم. شوفوا بقى، ده لحمه مفرومه طبعا انا فرمتها. خدت الحاجه عند الجزار، خدت البصل والطماطم والفلفل وخليته فرمهم لي مع اللحمه. بيبقى احسن واحسن لان انا ما عنديش كبة، وكبة الخلاط الصغيرة دي بتبهدلني بصراحة اما بعمل فيها. فطبعا بقى ايه على نص كيلو اللحمة تعملي بصلاية وقرن فلفل وطماطمية. بصي بتطريها الطماطمية طبعا، والبهارات بقى بتاعتك كاملة. الطماطمية بتطري اللحمة، قشريها واعمليها مع وربطة بقدونس، خدي منها ايه شوية وفرومية معاه، والباقي سيبيه يرشيه بقى على وشها كده بعد ايه ما تخلصي تعملي شويه ايه فانتوش الفشن كده يا اختي. ماشي. بصي بقى إيه الجمال والحلاوه ديت إيه العصايه دي. شفتوا فيلم بتاع اسماعيل ياسين لما كان بيقول له فين العصايه؟ هي دي العصايه دي بتيجي مع طقم المعالق اللي هو الخشب. بعمل عليها كده الكفته بتدي صوابع شكلها حلو كده. نحط بقى شويه زيت كده من بتاع العربيات ده في قلب الصينيه. تعالوا بس اما نروح هنا. شو بقى ايه نفردهم بقى كده بايدينا، طبعا ايدينا نظيفة وشغالة طول النهار. وانا اللي هاكل يعني الجماعة بتوع يع وياي انا اللي هاكل. تمام. وطبعا بنطبخ طول النهار يعني ايدينا نظيفة واكلنا نظيف. فكده خلاص اهو. نعمل بقى ايه نصبعها كلها كده طبعا العجين بتاعها. العجن اللي انت عجنتيه اهم حاجة عشان الكفتة تتماسك معاكي. إيه طبعا احسن شيفات في العالم اللي هم الشيفات الرجال. فشابوه للشيفات والله العظيم. فعشان تتماسك معاكي لازم تعجنيها جامد، تديها عجنة حلوة كده عشان هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتخليها تتماسك. فكده خلاص. شوفوا بقى الصبع متماسك معانا ازاي. اعملي بقى الحجم اللي انت عايزاه براحتك. إيه زي ما انت عايزة تعملي كور تعمليه صوابع زي ما انا عاملة كده براحتك. طبعا الكفتة دي سهلة جدا، ده نص كيلو من اللحمة. تمام. وهنعمل بقى ايه هندلعهم النهارده وهنزلزل لهم الزلازل في المطبخ يا جدعان. دي ميه لو ما عندكيش ميه بصل. طبعا ميه البصل دي انا ببقى عيناها في الفريزر اما بكون بعمل مثلا اي حاجه ومجهزه البصله. بقوم حطها تتصفى كده برش عليها شويه ملح لما تنزل الميه اللي فيها كلهم. وبعد كده استخدم البصل، بالذات البصل اللي بحطه في المحشي ببقى اعمله كده عشان استفاد من ميه البصل بتاعته بتبقى حلوه مع الكفته. ماشي. قولوا ماشي. احلى ناس. طبعا هنا بقى انا كنت بتكلم مع بنوتي الحلوه، طبعا ام وبنتها بقى يعني ايه نتكلم ونقول اللي احنا عايزين. احنا كنا كده قاعدين نتكلم مع بعض، وهي عماله تصورني. ده انا بقول لها اياك الفيديو يطلع مش حلو. على فكره في مقطع اتحذف او مش لاقياه، مش عارفة هو فين. بس بصراحة يعني هو كان ايه المقطع بتاع غسيل الرز، فمش مشكلة يعني كلنا عارفين الرز بيتغسل ازاي. كده احنا خلاص صبعنا الكفتة، وهو ده بقى ايه المقطع اللي احنا مش لاقيينه. وانا بحط الكفتة الفرن وانا بغسل الرز. كده الكفتة بقى اتحطت في الفرن. كده الرز بتاعنا كمان اتولى عليه اهو. ده رز عادي. طبعا بصوا، هو بأمانة الله نص كيلو رز بسمتي على نص كيلو رز عادي. لان طبعا الرز البسمتي هوب طالع في السما. وانا بقى قعدت كده بيني وبين نفسي اقول يا بت ايه، يا بنتي يا نونة العيال عايزه ادلعهم واعمل لهم اكل حلو. ازلزل الزلازل كده في المطبخ يا اختي. وقعدت كده بيني وبين نفسي اخد ودي مع نفسي، اقول يا نفسي اعمل ايه. قمت اقترحت بقى ان انا اجيب نص كيلو رز بسمتي ونص كيلو رز عادي، وعملت ده وده وكان تحفة. وده طبعا شوية طحينة. طبعا الطحينة اتنين في مصر اللي بيعرفوا يعملوهم، انا والشيف الشربيني بلا فخر. ايوه.
كده بصوا بقى ايه، نحط الطحينة ونحط عليها معلقة توم، ونص معلقة توم صغنونة، يعني نص، اقل من طرف المعلقة الكبيرة دي. تمام. ومعلقة خل برضو صغيرة، وشعرة ملح بسيطة عشان الطحينة مسكرة، يعني ايه تجزع السكر اللي فيها. عايزينها شطة، حطوا شطة بقى براحتكم. وليمونة. والمية السخنة، المية السخنة اللي بتفكلك الطحينة، هتفكيها بمية ساقعة مش هتتفكي معاكي بسهولة، انما المية السخنة صراحة اللي بتفكها بسرعة. تمام. صلوا على الحبيب عشان قلبكم يطيب بقى. كده بقى الطحينة بتاعتنا كمان اتعملت اهي. تعالوا بقى نعمل ايه يا نونة، هتعملي ايه دلوقتي؟ خلاص كده انا خلصت الطحينة اهو. تعالوا بقى نحطها في جنب، ون... ونشوف الرز بتاعنا، عشان الاول هنعمل انا مولعه على فحمايه علشان الكفتة، ونعمل الزبيب اللي هنحطه على وش الرز اهو. ده بقى المكسرات بتاعة الغلابة، عشان يبقى رز بالمكسرات. وشايفين والله مدلعاه، جايبه لهم شيبسي، وجايبه لهم خضرة. بنتي عايزة تاكل كفتة وجرجير جنب بعض، مش عارفة ازاي، بس هي طلبت معاها كده، تاكل جرجير جنب الأكل. ده اللي بتاع ده الزبيب. اه، انا عليت عليه النار شويه عشان نشوفهم. دي فحمايه، بقول لكم انا مستغليه النار. والحله دي فيها عدس الشوربه بتاعي امبارح، فكان الفرعون جاي بقى جعان، فانا هعمل ايه، اكله ايه بقى لما اخلص طبيخ؟ قلت اكله العدس. ابن حلال ويستاهل والله العظيم ياكل عدس بايت. هو كان بايت عند حد غريب؟ ده بايت عندنا. كده خلاص الزبيب بتاعنا بدأ يتنفخ ازاي، شايفين؟ قولوا شايفين اهو. بصوا يعني ما توقفيش نفسك على حاجة. رز بسمتي مش موجود، ماشي، رز عادي بالخلطة، رز وكركم بصي بقى، كركم وكاري، وواحدة حبة ملح، على واحدة جوزة الطيب، على واحدة ليمونة، واحدة قرفة، وورقة لوري، كده يعني. الصباع ده بتاع بنتي، لازم لازم يعني ايه، تورينا نفسها يعني. كده خلاص اهو، نفضيه بقى على الرز. بص الحركة دي، شفتوا بقى؟ شفتوا بقى؟ استعمل اوريكم بقى ايه الكفتة وانا بعملها دلوقتي. شوفوا الحركات دي، حركات حركات يا جدعان، بحبش اتكلم عن نفسي كتير والله. شوفوا بقى الحركة الجميلة دي، هي دي بقى الفحم والكفتة بالفحم، خرافة. هو ده كان اكلنا النهاردة. احلى لايك واشتراك، وما تنسوش تشتركوا في القناة، تقولوا لي ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي. رز بسمتي وكفتة وهوب اشوفكم في رعاية الله وحفظه.